السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الفرخة البلدي دي او الفرخة الشمرت دي بطريقة امهاتنا زمان. طريقة سهلة وسريعة جدا. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، معايا الفرخة متنضفة ومغسولة كويس جدا ومنقوعة، تمام. ومعايا شوية رز صغيرين كده زي ما انتوا شايفين عشان نحشيها بيها. ومعانا فصين توم مهروسين وبصلة صغيرة متقطعة ناعم وفلفل اسود وكمون وملح، تمام. المكونات دي هنخلطها كده مع بعض كلها، تمام. هناخد شوية منهم ندعك بيها الفرخة من جوه. وهنا شوية الرز دول هنضيف لهم شوية زيت، تمام. ونضيف لهم نص الخلطة دي كده، والنص التاني زي ما قلنا هنمسك بقى الفرخة كده من جوه، نبدأ نعمل لها مساج من فوق ومن تحت ومن كل الاتجاهات. هتديكي طعم وريحة حكاية. ومن هنا كده، من الجوانب دي كده، تمام. ومن هنا من هنا من هنا كلها كده، تمام. وهنا بقى النص التاني ده نبدأ نضربه كده مع بعض كله. تعالوا بقى نحشي بالفرخ. بصوا، هنا حشيناها اهو، تمام. نبدأ بقى نقفلها زي كده من الناحية التانية كده، قفلناها اهو. ومن فوق هنا كده زي ما انتوا شايفين. وفي حلة كده فيها مية بتغلي على النار ابدأ اسقط فيها الفرخة بتاعتي كده. ومعايا هنا بصلاية وطماطماية وكام عود قرنفل وكام واحدة حبهان وفلفل اسود وورق لورا. ونسيبها بقى تغلي كده مع نفسها لحد لما تستوي. هنا بقى فرختنا الجميلة استوت اهي، هنطلعها ونحمرها في طاسة فيها زيت وبألف هنا بقى. بصوا بقى، هنا الفرخة استوت وحمرناها، تمام. بصوا، حاجة كده فاخر من الاخر ما شاء الله، يعني حاجة حلوة جدا. والحشو بتاعها حكاية، ريحتها جميلة ما شاء الله، حاجة كده حلوة خالص. اتفضلوا معانا بقى. وده بقى محشي كنت عاملاه الفيديو اللي فات، تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة بظهر الغيب. سلام.